بكم مع مستر هشام والفصل الرابع ذا ريد هيدد ليج. الفصل الرابع نهاية القصة بتاعتنا إن شاء الله، دي أهم الكلمات في الفصل الرابع. طبعا نلاحظ على شارلوك هولمز والدكتور واتسون إلى شارع بيكر وشرح له الجريمة كيف حصلت، لأن الفكرة دي كانت بتاعت مين؟ جون كلاي. طبعا مع بعض عاد شارلوك هولمز والدكتور واتسون إلى شارع بيكر وشرح الجريمة لواتسون، وابتكر جون كلاي فكرة جماعة الشعر الأحمر لأن صديقه السيد روس كان ذو شعر أحمر. عرف هولمز أن وظيفة النسخ من الموسوعة كانت وظيفة حمقاء أحمق جدا من أن تكون وظيفة حقيقية. اخترع جون كلاي والسيد روس هذه الوظيفة لأنهما أرادوا السيد ويلسون أن يكون بعيدا عن متجره. طبعا بعيد عن المتجر ليه يا جماعة؟ عشان يعرفوا يسرقوا المكان. نيجي بعد كده، أخبر السيد ويلسون هولمز بأن السيد سبولدينج غالبا ما كان يعمل في القبر، ورأى هولمز أن هذا أمر غير عادي، وسأل هولمز ويلسون بعض الأسئلة حول سبولدينج، واكتشف أن جون كلاي اللص عندما ترك هولمز على باب المحل ورأى أن ركبتين من سراويل السيد سبولدينج كانت منسختين، يعني مش نظيفة، وكان بهما ثقوب، استنتج هولمز انه كان يحفر نفقا مع السيد روس، لم يكن السيد ويلسون في المحل. طبعا دي اهم الترجمه. بعد كده قال هولمز: عندما رايت ان البنك كان خلف محل السيد ويلسون عرفت لماذا قد حفروا النفق وارادوا ان يذهبوا ياخذوا الذهب من البنك. اجاب هولمز هناك ان اللصوص عصبة ذوي الشعر الأحمر أيقنت إنهم قد انتهوا من النفق. إذا أخذوا الذهب من البنك يوم السبت سيكون لديهم يوم ونصف للهروب كان يفتح البنك اليوم اللي هو الاثنين. أجاب هولمز طبعا عرف إن يوم الاثنين خلاص. قال واتسون: أحسنت يا هولمز. نيجي بعد كده على أهم الأسئلة. Who wanted the idea of the red-headed league? Who invented it? طبعا مين اخترع عصبة ذوي الشعر الأحمر دي؟ طبعا جون كلاي. Had the idea of the red-headed league his friend Mr. Roos had led redhead helped him to invent it. بعد كده Why did Clay and Roos want Mr. Wilson out of his shop? ليه عاوزين يخرجوه من المحل؟ طبعا to have time for digging the tunnel to the bank. بعد كده رقم هنا how could Holmes know that Mr. Spaulding wanted to steal the gold from the bank? كيف عرف هولمز أن سبولدينج كيف عرف هولمز أن سبولدينج أراد أن يسرق الذهب من البنك؟ when he saw the bank behind Mr. Wilson's shop. نيجي بعد كده what day the thieves wanted to take the gold. يوم إيه اللي خلينا يسرقوا فيه؟ on Saturday. بعد كده what do you think makes someone a good detective؟ في اعتقادك ما الذي يجعل شخص ما مخبرا ماهرا؟ he should be good at deciding information through observing people. he should think deeply. بعد كده آخر سؤال do you reading stories about crimes? why not؟ هل تحب قراءة القصص الخاصة بالجرائم؟ ليه وليه لا؟ نعم أو ليه لا؟ yes I like to read them because they help us to solve a crime in our real life. بكده يا جماعة نكون انتهينا من القصة كلها من الفصل الثالث والرابع. طبعا الفصل الأول والثاني قالوا في امتحان ترم، يبقى كده المنهج خلص. إن شاء الله تكون القصة عجبتكم وبإذن الله يتم المشاركة عليها. See you soon with Mr. هشام. Goodbye.